من أقوى الميزات اللي تميز بها الإنسان هي قدرته على تسخير اللي داير به لمصلحته. يا سيدي يا بن سيدي، بنادم ملي تخلق وهو يتبع في الفطرة متاعه، يحب يبربش ويفركس ويبحث في كل شيء باش يسهل حياته. 2.4 مليون عام تالي كانت الدات اللي اتفقوا أهل الاختصاص إنها تمثل أقدم تواجد بشري بشمال أفريقيا، تحديدا بسيدي زين في الكيف. وكانت أول أدوات استعملها الفؤوس الحجرية والشظايا اللي مصنوعة من الحجر كما الأندلسيت والغيوليت، وتسمى العصر هذاك بالعصر الحجري. أما هالإنسان قال أنا ما نقفش غادي، بدأ يستعمل في أدواته الحجرية البسيطة باش يحفر ويعرف شفما تحت التراب، واكتشف أول معدن في التاريخ اللي هو النحاس. وكانت هذيك بداية العصر النحاسي 5000 و6000 قبل الميلاد. وبعد طول صار اكتشاف القصدير وبرشا معادن أخرى، وكانوا يستعملوا فيهم في قنوات الماء العتيقة الآلات الموسيقية كيما الفلوت والبسكولة وحاجات أخرى. وبدأ جيب منا حط منا خلط هذه مع الأخرى لين صارت لك كرياسيون متاع أول ألياج في الدنيا ما بين النحاس والقصدير، وخرج لنا ستيل برونز ما بين 3000 و 2500 قبل الميلاد. وتعرف في الوقت هذاك بالعصر البرونزي اللي معاه بدات الحضارة. يقول القائل تونس 3000 سنة حضارة، اللي يقولك كل حضارة تتعدى تخلي قصصها وحكاياتها. أما السؤال اللي نجمو نسألوه علاش جيوها وفاش كانوا يلوجوا؟ كما نعرفوا أول دولة بأتم معنى الكلمة ظهرت على أراضينا هي قرطاج، اللي أسسوها الفينيقيين عام 814 قبل الميلاد. في الوقت ذاك سبب انتشارهم كان جوست باش يغطيو نقصهم في المواد الأولية. هذاك علاش كانوا يلوجوا برانسيبالمون على المعادن الثمينة كما الذهب والنحاس والفضة. أخت جلد الثور والليميت الآخرين الكل، قرطاج كانت دولة متقدمة على جميع الأصعدة بالنسبة للبريود هذيك، سياسيا اقتصاديا أمور تجارة وفلاحة ما تفدلكش. والحاجة اللي خلتنا نتأكدوا من الفاكت هذايا هي المعمار القديم المتطور برشا، من أنابيب الماء اللي كانت مصنوعة من الرصاص حتى الجدران المعابد اللي كانت من الذهب. خدموا برشا على المظاهر والتطور، وكانوا رياقة يحبوا برشا الزينة، حتى من الصياغة متاعهم كانت مصنوعة بكثرة من الأحجار الكريمة والذهب والفضة، وهذا الكل بيان سور من خيرات أراضينا. برا يا زمان وإجا يا زمان جات الحضارة البونية لقرطاج واستقروا وبداو يصنعوا في فلوسهم اللي كانت في الأساس مصنوعة من المعادن الثمينة، أما زادا فما اللي معمولين بالبرونز. سي البرونز هذايا حتى هو كانوا يملسوها على شكل بلايك وينقشوا عليها. بعد مديدة صغيرة تاع 500 سنة كيكا بدا العرك والمعروك مع روما، وبسببهم قرطاج لقت روحها طايحة بها أمور فلوس، وهذا اللي خلاها تغم على مناجم اسبانيا متاع الفضة والذهب، واللي بفضلهم رجعت بها الاقتصاد. وبعدها طول جت الحرب الثانية اللي حقق فيها حنان برشا انتصارات على مدة عامين، حتى لين غلطوا في رواحهم وعملوا له تمثال من البرونز. أما هذا ما يمنعش إنهم كلاو كبوت في الحرب الثانية سنة 146 قبل الميلاد، وروما حطت في قلبها واستولت على العاصمة البونية وسلطت عليها جميع أنواع العنف، تخريب، حرق، نهب. ليزي سرقتها وكمل بدلت لها اسمها وسميتها إفريقية. في الوقت ذاك إفريقية ما كانتش عندها ثروات معدنية قابلة للاستغلال، أما الحاجة هذه باش تتبدل مع الأحداث الجاية، خاصة مع الفتح الإسلامي. تابعونا في الفيديو الجاي باش تفهموا البحث.